بعد أكتر من ريميك ناجح، كان ريميك الجزء الرابع واقع أكتر ما هو حلم. كان ريميك عبارة عن مسألة وقت مش أكتر ولا أقل، وبحكم إني لعبت الأصلية فهبص على الجزء ده كريميك وأشوف إيه التحسينات اللي حصلت هنا. بس كنت بقول لنفسي، ليه تعمل ريميك لجزء فتح باب على شر السلسلة وانت أصلا بتحاول تصلح غلطك بنزول الجزء السابع اللي رجع لأساس السلسلة؟ عارف إن الموضوع فيه فلوس اللي هيجيبها الجزء الرابع لأنه أكتر جزء اتحلب في السلسلة. والسؤال التاني، هل الريميك هيكون هو التجربة الأفضل ولا هيبوظ التجربة الأصلية ولا هيكون التجربة المثالية للعبة؟ Resident Evil 4 كانت جزء جبار، مع إن ليون مش بيعرف يحرك رقبته يمين وشمال كأنه سحلية، ومش بيعرف يبص فوق وتحت كأنه سحلية. لكن أكتر شيء كان مبهر إن اللعبة دي غيرت من عالم الألعاب، زي مثلا إنها أول الألعاب اللي تظبط المنظور التالت، ده لو ما كانتش أول لعبة. وبرضه موضوع تغيير الصعوبة على حسب مستوى لعبك كان حاجة جامدة فيها، ده غير نظام التصويب في مناطق معينة في جسم العدو اللي جزء ده ما اخترعهاش ولكنه أبدع فيها. الأهم من كل ده إن اللعبة تجربة مميزة بشخصيتها، و15 ساعة مش هتنساها في حياتك. قصة Resident Evil 4 بتستكمل بعد أحداث الجزء الثاني في راكون سيتي ب6 سنين مع البطل ليون كينيدي، والرئيس بيوديك لقرية في أوروبا بحثا عن بنته المخطوفة، وهي دي القصة باختصار. ودلوقتي خلونا نتعمق شوية ولكن تحذير بسيط، هحرق كل حاجة في القصة، فلو ما لعبتش اللعبة أو مش حابب يتحرق عليك اعمل سكيب للدقيقة اللي هتطلع قدامك دلوقتي. طيب، بداية القصة الجزء الرابع كانت من أحلى البدايات، بتبدأ بشرح قصة ليون في سنة 98 بعد كارثة راكون سيتي، والحاجات اللي شافها وغيرت شخصيته للأبد زي مستر إكس اللي طول اللعبة وراك، وتكملة لشغله مع الحكومة الأمريكية وصولا لأحداث اللعبة سنة 2004. ليون كينيدي اللي مكلف بإنقاذ بنت الرئيس الأمريكي اللي اتخطفت في قرية أسبانية. قصة بسيطة جدا عشان بس تديك دافع لأحداث اللعبة، بس هي دي ريزيدنت ايفل، بيدوك قصة بسيطة عشان تستمتع بباقي الرحلة وما تقعدش تفكر فيها كتير. يعني حط في بالك انك مش هتشوف قصة زي ريد ديد 2 مثلا. نبدأ بأول بيت اللي فيه ليون بيسأل عن مكان البنت، بس مش بيلاقي جواب، بيلاقي فاس جاي على وشه، وبيعرف ان محدش عايزه في القرية دي، ومش عشان انت غريب من المنطقة لأ، وكده كده لأن القرويين جالهم فيروس جننهم. الريميك كان بدايته جميلة وكان فعلا ريميك، ولما تكمل هتلاحظ انهم ضافوا شيء جديد في الجزء ده وهو انك تقدر تتسلل. الحلو في الموضوع انها جانبية جدا واصلا تقدر تخلص اللعبة من غير ما تعرف انه موجود. يعني باختصار دي مش لعبة من يوبي سوفت لازم فيها التسلل. وتعالوا نتكلم عن اول منطقة وألا وهي القرية. كلعبة PS2 فدي اقوى بداية شفتها في حياتي، عكس اغلب الالعاب اللي بتبدأ بشيء بسيط وبعدين تصعب. اللعبة هنا بتبدأ انها تحطك في وسط قرية معاك 50 واحد وتقولك يلا هات اخرك. الحلو في الريميك ان في تفاصيل بسيطة في الكلاسيك محطوطة، زي الكريستالة اللي فوق السطح والبنت اللي بتشتغل في الحقول لوحدها. حاجات بسيطة زي ما قلت بس بتدل على احترامهم للعبة وهم محبين الجزء الكلاسيك. وفي حاجة حصلت لي خلتني متفائل جدا بالريميك من اول 10 دقايق، واللي هي انك ما تقدرش تستغل قدرتك انك تعرف الجزء الكلاسيك بشكل كامل. على سبيل المثال في الكلاسيك كان في اوضه تروح لها وتحشر الاعداء، كل ما حد يدخل تقتله بالشاتجن وعلى كده لحد ما يرن الجرس. لما جربت اعمل كده في الريميك لقيت ان الموضوع مش نافع، وكمان بقى في شباك زياده والاعداء بيدخلوا منه والباب بقى بيفتح اسرع، وتفاصيل بسيطه بس غيرت من التجربه. واللعبه مش صعبه، بل انهم سهلوها عليك اكتر. في حاجات زي ان ابو منشار تقدر تعمل له باري عكس الكلاسيك لو قرب منك فانت ميت. وفي حاجه كنت خايف منها هنا، وهي انهم يشيلوا الجزء الكوميدي هنا، لان لو ما تعرفش فمخرج الجزء ده هو نفس مخرج الجزء الخامس اللي ما كانش وحش بس كان ناشف. يعني بتشوف ناس واخدين القصة السخيفة بشكل جدي، وكان حاجة كرينج، لقطات زي بتاعة الليزر أو ليون بيقول كلام سخيف للأعداء أو لقطة وومن. ولكن بعد ما رن الجرس خلينا نقول إن اتضح كل حاجة. La campana. Hay que obedecerla. Where's everyone going? Bingo? 10/10. في حاجات جديدة في الجزء ده مثلا زي قدرة الكرافتنج، وما اعتقدش اني محتاج اوضحها، لو لعب اي لعبة من يوبي سوفت هتعرفها. والشنطة نفس تصميمها ونظامها بالترتيب، وحطوا فيها حاجات جديدة زي انك تقدر تجيب تشارمز او قوات بتجيبهم من ميني جيم في اللعبة، وتقدر تحط سكنات للشنطة. ولكن حتى السكنات ليهم فايدة في اللعبة دي،
زي انهم بيضيفوا قدرات للشنطة، زي انه يديك رصاص اكتر او نسبة صنع رصاص اكتر، وفي عدو جديد اللي هو ابو شاكوش او ابو راس خنزير، سميه اللي تسميه، اللي هو تقدر تقول عليه ابو منشار بس مش بيموتك من ضربة واحدة. والاماكن زي البحيرة والكنيسة وبوابة العملاق والمزرعة كلهم اماكن حصل لهم تجديدات وكانت موفقة، وفي حاجات تحس انهم بقوا بيستعملوا مساحتهم اكتر عن الاصلي اللي كان فيه مساحات كبيرة فاضية. بس في اماكن تانية اتغيرت بشكل كامل، زي بركة التعابين تصميمها مختلف جدا، او والجزيرة او البحيرة. الاماكن اللي جنب البحيرة اللي بتنتقل فيها بقت شبه جادو فور. وطالما جبت سيرة التغيير فتعالوا نشوف الشخصيات. ليون ما بوظهوش شخصيته، بل بالعكس شايف انه بقى احسن. الحلو في ليون الجديد ان هو واخد شخصيته بتاعت الجزء التاني، بس حصل له تغيير وتطور كشخص، وبسبب اللي شافه في حادثة راكون سيتي وكده يعني. واشلي اتغيرت قوي، وتحديدا ما بقتش مزعجة زي الاول. مش محتاج تمسكها كل شوية عشان تنزل معاك او تعمل لها هيل لو اتدمجت، على الرغم من ان التوجه ده ليها احسن واريح ليا كلاعب، ولكن حاسس ان رخامتها في الكلاسيك كانت جزء من التجربة. يعني هي بنت رئيس المدللة فطبيعي انها تكون رخمة. وحتى ليون اتغير معاها عكس الاول اللي كان بيرخم عليها كل شوية. وبرضه لويس سيرا كان شيء مختلف تماما هنا، اهتموا بيه حتى في اماكن بيطول معاك فيها ومشاهد اكتر وبقى اساسي اكتر، عكس الاول اللي كان بيجي شوية ويمشي شوية. وبوس فايت السمكة زي الاصلي بالظبط، وما زلت بكرههم. برضه قتاله تحكمه مزعج وبياخد فترة عقبال ما بيموت. العملاق كان كأنه ريماستر مش ريميك، ما غيروش أي حاجة، حتى الذئب الرجولة موجود. ومن الحاجات اللي خوفت الناس إنهم حطوا واحد ميت في أول اللعبة على أساس إنه خلاص مات، بس لأ هو موجود. والبياع كان Over here, stranger. جامد. ما حطولوش مشاهد زيادة للأسف، بس بقى بيعمل حاجات أكتر مع إنه يبيع ويشتري. هنا بقى بيديك مهمات وبتاخد منها جواهر بتقيده بيها عشان تاخد حاجات زي خريطة كنوز المنطقة. هو بصراحة ما كانش فيه حاجات كتير حلوة للمقايضة وأغلبهم ما يستحقوش، بس كانت إضافة لطيفة وشيء ممتع إنك تخرج من جو اللعبة وتروح تصطاد فيران. وطبعا مش هنسى آخر بوس في منطقة القرية اللي كان كأنه مستر إكس بتاع الجزء التاني، بس هنا بيموت. ويا ريته كان زي مستر إكس بتاع الجزء التاني بالظبط، وبيجري وراك في كل حتة بقى وكده. بس كان في جزئية مدتها دقيقتين كان بيجري وراك انت واشلي وبتحاولوا تهربوا منه، يعني احسن من مفيش. وحتى قتاله ما غيروش اي حاجة، مش محبط بس في نفس الوقت مش منبهر. اللي زعلني ان كان في اماكن جميلة في الكلاسيك بس هنا اتمسحت، زي التلفريك او مرحلة العربية، وهتكلم عن النقطة دي اكتر بعد دخولك المنطقة التانية. القرية هي أول حاجة هتفتكرها دايما في الجزء ده، بس حط في بالك إنها بس تلت اللعبة. هنا اللعبة فعلا بتبدأ وبتكون مظلمة أكتر، وتغيير الأجواء بيبقى واضح، تحس إنك دخلت لعبة مختلفة. وبعد ترحيب ساخن جدا تدخل القصر اللي صاحبه مستحيل تنساه. To my castle. Such a pleasure to finally make your acquaintance. Who the hell are you? رامون سالازار صاحب القلعة المتخلف وبيستمتع بالتعذيب، نفس فكرة الطويل من الجزء الثامن بالظبط. ما حبيتش شكله جديد وشايفه بقى قبيح، والكلاسيك كان أيقوني أكتر، بس مهما يكون شكله شخصيته هتفضل جامدة جدا. والقلعة هنا عملاقة جدا لدرجة إنك مستحيل تحفظ تصميمها، عكس القصر في الجزء الأول أو القلعة في الجزء الثامن. وفي رأيي أجمد حاجة في اللعبة هي تصميم الوحوش. عندك الحشرة اللي سهل تقتلها بس لو ما ماتتش هيكتروا وهتزعل، او الاحمر بتاع جلوريوس بلاجا، فكرته انه بيخلي الاعداء اقوى، تحسه الهيلر بتاع الفريق. او الكلاب اللي وشهم كانه ترول فيس، او الجنود المدرعين. قليل لما اشوف العاب رعب اكشن وتظبط اللعب كده. وهنا مش بتكلم على طريقه اللعب زي طريقه مشي الشخصيه وكده، بل تصميم المراحل. اللي هقوله دلوقتي ممكن يزعل الناس، بس لعبتين جم على بالي وهما Resident Evil 5 و The Evil Within. دول العاب الشوتينج فيها حلو قوي، بس بيعيد ويزيد في نفس التصاميم بتاعه المراحل. انما ريزيدنت ايفل 4 كل ما بيجيني لحظه خمول او زهق بيعرفوني على وحش جديد يبهرني اكتر من اللي قبله، واحيانا فجاه يطلع لي بوس. وده بيودينا لنقطه ان البوسز هنا عكس باقي اللعب، مش بيتعمل لهم بناء وتقعد تسمع عنهم قبل ما تقابلهم بمليون سنه، بل فجاه وانت ماشي في المرحله طبيعي تلاقي نفسك دخلت على بوس، او احيانا اتنين. عنصر المفاجأة ده ممتع جدا، يعني ما تتخيلش اتخضيت ازاي لما دخلت على بوس الصرصار،
أو حماسي لما قابلت الأعمى، أو قد إيه كنت منبهر بسلازار اللي أحسن 100 مرة من بتاع الكلاسيك. وفعلا اتعمل له ريميك، ومن الحاجات اللي زعلتني إن أكتر بوس مميز في الجزء الأصلي اتشال، اللي كان اسمه كان بوس حلو، زعلت إنهم شالوه. وكان فيه المناجم الغريبة اللي في نص القلعة وبعد القلعة، ما كانتش جزء كبير من الكلاسيك بس كانت جزء مهم. وعندك أوضة الإطارات ومنطقة البعوض وأماكن مش هنساها فعلا وكانت جميلة، وتحديدا مرحلة الإطارات اللي كانت حلوة قوي. ونوصل للجزيرة، واللي بصراحة في الريميك وفي الكلاسيك مفهومش حاجة غير حاجتين بس اللي حلوين في الجزيرة في الريميك وفي الكلاسيك. الأولى هي وحش الجنريتور. أول مقابلة مع الوحش ده خلتني أتنفض، حجمه أكبر منك وضربة واحدة منه كافية تجيب لك صداع. وزي ما اسمه بيوضح، لو قطعت حتة من جسمه هترجع عادي ولا كأنه حصل حاجة. الفكرة من الوحش إنك لازم تقتل خلاياه اللي في نص جسمه، فلو الوحش ده قدامك لازم تسيب كل حاجة وتركز عليه. امتى آخر مرة لعبت لعبة في آخر ساعتين فيها يعرفوك على وحش جديد؟ اللعبة دي بجد تحسها اتعملت بحب وشغف كبير من المطورين. وتاني شيء بحبه في الجزيرة دي وهو كراوزر. Long time no see, rookie. في الكلاسيك كراوزر كان كأنه زميل ليون السابق، والمرة دي ليون مش بيحارب واحد مش بيفقه شيء عنه، بل شخص عاش واتدرب معاه. كان تغيير حلو انك تحارب حد بنفس مستواك، وانا بيعرفوك ان ليون مش بس كان زميل كراوزر بل كان تلميذه. وحكمة انقلابه ضد الحكومة كانت بعد أحداث حصلت له في ماضيه، بحيث إن كل زمايله ماتوا والحكمة ما فرقتش معاهم، فشخصيته كأنه انكسر وقلب ضدهم نهائيا. والريميك ما خيبش ظني، وكراوزر كان ممتع جدا. وعشان أكون صريح، ما حبيتش سادلر في الجزء الأصلي ولا حبيته في الريميك. شخصيته ناشفة ومتناقضة، يعني في بعض المشاهد بيبان إنه عنده قوة مش طبيعية، وده في هيئته كإنسان. تخيل بقى لو قلب وحش. والغريب إنه كان وما زال أسهل بوس في اللعبة، مع انه في المشاهد كان قوته مبالغ فيها وتهزمه وتخلص اللعبة اللي اقل ما يقال عنها انها صنعت للجمهور. حبيت منطقة اشلي، حبيت اصوات القرويين الايقونية، حبيت الرمزيات للجزء الاصلي، حبيت البياع، وما حبيتش ويسكر. مين ده اصلا؟ دعونا نتطرق اكتر لنقطة الجيم بلاي. من بين كل الريميكات اللي نزلت اللي طرق لعبهم ثابتة، الجزء ده قدم أكبر تغيير في أسلوب اللعب، وده شيء طبيعي بحكم إن الجزء الرابع الأصلي قدم تغييرات كبيرة على السلسلة، والريميك محتاج يكون على نفس النسق. كل شيء هنا اتحسن بشكل كبير عن الأصلية، ما عدا إن الأصلية أصعب من الريميك. وبالنسبة لي عموما في نقطة اللعب بالذات، الريميك قدم التجربة المثالية لريزيدنت ايفل 4، وتحس إن هي دي النسخة اللي كان بيطمح ليها المطورين مش اللعبة الأصلية. الريميك بيقتبس روح الأصلية وبيضيف عليها أي حاجة تحسن من تجربة اللعبة. يعني الريميك مازال محافظ على الأكشن في الكلاسيك، بتقتل الأعداء بحركات بهلوانية، وكمكافأة على قتلك ليهم بتاخد موارد، وده اللي بيشجعك أكتر على القتال عكس الثلاثية الأولى. وفي حاجات كان طبيعي يشيلوها من اللعبة، زي إن ليون ما كانش يقدر يتحرك وهو منشن على الأعداء، ولو إنها كانت بتخلق لحظات رعب، زي مثلا أبو منشار لو قرب منك فخلاص أنت مت. وده بينطبق على كل حاجة في اللعبة، لدرجة ان الريلود بتاع سلاحك في وقت غلط ممكن يكون سبب في موتك. والشعور المخيف ده في الريميك اختفى للأسف بشكل كامل، بسبب تقديم الريميك لواحدة من أحسن الإضافات، وهي السكينة، والاستخدامها بقى أكتر من مجرد حاجة بتضرب بيها الأعداء لما يقعوا، وأكتر من سكينة تنقذك من الموت في الجزء الثاني. استخدام السكينة هنا خلاها تقريبا لعبة أكشن بحتة. لو حد رمى عليك فاس تقدر تصده، لو حد ضربك بإيده تقطعها له، حتى الضربات المميتة من أغلب الأعداء. وده اللي خلى اللعبة خالية من الصعوبة بالنسبة ليا بالمقارنة مع الأصلية. ولكن اللعبة في المقابل بقت أمتع بكتير، وهي خدت عامل الرعب للأسف، ولكنها بقت أمتع زي ما قلت. وكمان ضافوا خانات أكتر لتجهيز الأسلحة عشان تساعد على توجه اللعبة وتخليها أكشن أكتر، واللي بقت أكتر من 4 ل8 خانات. ولكن بيظل التغيير الأفضل في الريميك هو السكينة. وكمان اللعبة بقت بتقدم شعور أحسن من الرعب، وهو التوتر من وجهة نظري. بس المشكلة إنها بتميل أكتر إنها لعبة أكشن، فصعب تخليني أخاف من شيء مجهول في وجود أسلحة متنوعة وسكينة بتصد كل الضربات، ومش هتحصل كتير. في النهاية Resident Evil 4 Remake كانت تجربة لن أنساها في حياتي. كانت 15 ساعة من أحسن 15 ساعات اللي مروا عليا في حياتي.
واستمتعت بيهم جدا، واستمتعت بكل مكان في اللعبة، وما حسيتش بالوقت اللي انا بلعبها، وما كنتش عايز اللعبة تخلص. وفي الاخر اديها تقييم must play من 10. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي.